والله لقاء طويل مع فخامة الرئيس. ابتدأنا بالترحم على الفقيد الوالد مصطفى ملا مصطفى برزاني رحمه الله، وعلى الوضع المخيمات والأهل اللاجئين والسياسة الإنسانية الواسعة اللي اتبعتها حكومة الإقليم مع أهلنا اللاجئين السوريين. بعدين ذهبنا إلى تحديات المنطقة، التحديات التي تواجه الشعوب وأزماتها الإنسانية في ظل الأنظمة الدكتاتورية. ناقشنا الجرائم اللي يرتكبها نظام المجرم بشار الأسد ضد الشعب السوري، إلى عرقلة العملية السياسية وصعوبة الوصول للحل السياسي حاليا، والقضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك، وأهمها إيران ونفوذها في المنطقة، حزب العمال الكردستاني والسياسات الخبيثة كذلك الذي يتبعها في مناطق واسعة من سوريا، وأثر ذلك على أهلنا داخل سوريا، وأثر ذلك على عملية الحل الشامل ضمن الأراضي السورية. ناقشنا كذلك الأوضاع في المناطق المحررة ووضع أهلنا في عفرين وباقي المناطق السورية، والخطوات والاقتراحات التي يمكن أن نعمل سوية فيها من أجل تقديم أو تسهيل حياة الناس هناك. نعم دكتور نصر لتلفزيون سوريا، ما هو مشروعكم بالنسبة للاجئين؟ البرنامج الذي وضعتموه بالنسبة لموضوع اللاجئين هنا في إقليم كردستان، هل هناك برنامج معين لتحسين مستوى الخدمات؟ احنا سياستنا العامة تجاه اللاجئين، أولا هؤلاء لاجئون سوريون، حقهم الطبيعي أن يعودوا إلى مناطق سكنهم الأصلية وإلى وظائفهم وأعمالهم التي كانوا يعملون بها. ومن أجل ذلك، وحتى تكون هذه العودة عودة طوعية وآمنة وكريمة، لابد من تهيئة الظروف المناسبة، والظروف المناسبة تبدأ بحل سياسي يضمن تشكيل هيئة حكم انتقالي يغيب عنها المجرم بشار الأسد وأركان نظامه، ووضع دستور جديد للبلاد وانتخابات بإشراف الأمم المتحدة. حتى ذلك الحين اليوم أهلنا اللاجئين في مختلف المناطق، ومنهم اللاجئون الذين يعيشون هنا في حكومة الإقليم، مع شكرنا الكبير للحكومة وما قدمته للاجئين، إلا أنهم بحاجة كمان إلى متابعة وعناية واهتمام ومساعدة الإقليم على التكفل بالمسؤوليات المطلوبة تجاههم. فناقشنا كل ذلك، ونحن على استعداد في الائتلاف الوطني أن نتعامل مع كل اللاجئين على درجة واحدة من العناية ومن الاهتمام، ومنهم أهلنا اللاجئين هنا. وهناك إن شاء الله زيارة مجدولة أتمنى أن تحدث قريبا لأحد المخيمات للاطلاع على الاحتياجات بشكل رئيسي والسماع منهم. البارحة نحن سمعنا من إخواننا في المجلس الوطني الكردي بشكل مفصل عن اللاجئين، وكذلك في هناك الإخوة في رابطة الكرد المستقلين كمان دائما نقاش احنا معهم حول هذه القضية، وإن شاء الله ستكون زيارة مباشرة نستمع منهم بشكل مباشر إلى احتياجاتهم وما الذي يمكن أن نقوم به. ولا شك أنه ملف اللاجئين ملف ثقيل، اليوم هو يجب على الأمم المتحدة وعلى المجتمع الدولي عموما أن يتعامل معه بجدية كاملة. دكتور نصر تفضل. هل هناك نقاط معينة أنتم كائتلاف سوف تقدمونها للاجئين السوريين على سبيل المثال على المستوى الخدمي أو المدارس التعليم داخل هذه المنطقة؟ في قطاعات طبعا هي الأكثر أهمية، موضوع التربية والتعليم، وهناك عدة أفكار ومشاريع ستقدم بهذا الخصوص، وكذلك الأمور الصحية والمشاركة، مشاركة أهلنا اللاجئين حتى في صناعة كل التوجهات والقرارات السياسية، لأنه هي جزء من حياتهم بتهمهم، مستقبل البلد ومستقبل ما يتم العمل عليه اليوم سواء في العملية السياسية أو بإدارة المناطق المحررة أو إلى آخره. ما تبقى من ذلك حقيقة اليوم حكومة الإقليم مع اللاجئين ربما لم تترك الكثير من المجال للحركة، لأنه هي قامت بجزء كبير من ذلك، ونحن نساعدها في إتمام ما تبقى. دكتور نصر زرتشت من كردستان 24، ما كان رد الرئيس برزاني على مطالبكم كأنتم المعارضة أو الائتلاف المعارض السوري؟ سؤالي الثاني، ما كان هدف زيارتكم لبرلمان كردستان؟ هلا الرئيس مسعود أكيد راح يطلع عنه شيء حول اللقاء، ولكن أنا أؤكد لك أنه احنا متفقين على مختلف القضايا، سواء على الإرهاب ومحاربته، وعلى دعم تطلعات الشعب السوري والوقوف إلى جانبه حتى تحقيق الانتقال السياسي، أثر إيران المخرب في المنطقة، وإدارة المناطق المحررة بشكل حوكمي ورشيد بما يحقق الخدمات لأهلنا المواطنين ويحفظ كرامتهم وإنسانيتهم ويرسي القانون ويرسي العدالة في هذه المنطقة. الآن زيارتنا
طبعا متفقين كذلك على حزب العمال الكردستاني والتنظيمات الإرهابية، وجميعنا يرى الآن بوضوح بأن المفاوضات التي تجري بين المجلس الوطني الكردي والحزب حزب العمال الكردستاني، اللي هو ما في فرق، يعني عندما نقول حزب العمال ولا الPYD ولا قسد، هي كلها تنظيم واحد. هذه المفاوضات حتى اللحظة ما في نتائج حاسمة لها، والسبب في ذلك ليس المجلس الوطني الكردي، وإنما السبب في ذلك هو حزب العمال الكردستاني، لأنه يحمل أجندته الخاصة، يمارس الانتهاكات والجرائم ضد أهلنا السوريين كلهم بمن فيهم إخوتنا في المجلس، ومصر على استجلاب يعني مقاتلين أجانب وتنظيمات إرهابية إلى بلدنا، وهذا بكل حال من الأحوال لن يكون مقبولا. على العكس من ذلك، كان حزب العمال الكردستاني هو السبب الذي يعني أدى إلى عمليات عسكرية في بعض المناطق لم تكن يعني بالأساس هي الخيار الأول، وإنما إصراره على التواجد على الأراضي السورية والسيطرة على الناس، مستغلا الدعم الذي تم تقديمه له من قبل المجتمع الدولي في سبيل محاربة الإرهاب من أجل تطبيق المشروع الخاص به. الآن زيارة البرلمان، يعني احنا ليست الزيارة الأولى، دائما في زيارات للبرلمان التقينا فيها مع السيد نائب رئيس البرلمان ومع الكتلة التي تمثل الإخوة المسيحيين في البرلمان ومع الكتلة كذلك التركمانية. لا شك أنه التقاطعات كبيرة جدا بين طبيعة المجتمع السوري وطبيعة المجتمع العراقي عموما والإخوة في الإقليم خصوصا. سمعنا منهم هم عن تجربتهم الدستورية في الإقليم وكيف تعاملوا مع مختلف التحديات، وناقشنا كذلك نحن الوضع في سوريا، خاصة أن سوريا يعني مقبلة على كتابة دستور جديد في إطار التطبيق الكامل ل 2254، ومن المفيد جدا إجراء مثل هذه النقاشات. باختصار سؤالي الأخير، ما رأيك عن هجوم الصاروخي قبل فترة حصل في أربيل؟ هذا الهجوم هو مدان، وهو نوع من أنواع الجريمة المستمرة التي ترتكبها إيران في المنطقة، وأصبح واضحا للجميع أن إيران وميليشياتها هي التي تقف وراء هذه الهجومات. وبطبيعة الحال اليوم يعني الحكومة العراقية أمام مسؤوليات كبرى، ونحن بصدد الآن رسالة وقعتها قبل قليل للطلب من الحكومة العراقية ومن السيد الكاظمي رئيس الوزراء، وخاصة أنه هو عم بيحط خطط الآن لمواجهة التحديات السياسية العراقية والاقتصادية العراقية والتدخلات الخارجية العراقية، خاصة التدخلات الخارجية في العراق خاصة من إيران، وطالبوا بشكل واضح وصريح بأن يتم سحب الميليشيات التي تقاتل تحت لواء الحرس الثوري الإيراني في سوريا وتشارك مع نظام بشار الأسد الجرائم بقتل السوريين. ورأيتم بأم أعينكم كيف أن الولايات المتحدة الأمريكية استهدفت قبل أيام فصائل من الميليشيات العراقية موجودة على الأراضي السورية لأنها قصفت أربيل، المواقع اللي تم استهدافها قبل، طبعا بتوجيهات من الحرس الثوري الإيراني، وإيران مسؤولة عن هذا الموضوع. فاحتراما لعلاقات حسن الجوار وعدم التدخل بالشؤون الداخلية لأي بلد، والحفاظ على العلاقة الحميمة ما بين الشعبين الشقيقين السوري والعراقي، لابد من أخذ ذلك كله بعين الاعتبار وسحب هذه الميليشيات سريعا من بلدنا. شكرا جزيلا. حياكم الله. خلال اجتماعاتكم هل تم الاتفاق على وقف الانتهاكات في عفرين؟ هلا احنا ناقشنا وضع عفرين، وتحدثنا البارح سابقا بأنه في عندنا عدد كبير من السكان موجود في المنطقة، وفي عندنا تهديدات خارجية تتمثل بروسيا وإيران والنظام في محاولة التقدم العسكري في تلك المناطق، وداخلية في غياب الدعم الدولي للحكومة السورية المؤقتة اللي هي بحاجة إلى بناء مؤسسات وخلايا نائمة لداعش ولحزب العمال الكردستاني لا تفتأ تفجر هنا وهناك عبر المفخخات والأساليب التخريبية العامة. في وسط هذا الجو المضطرب نحن لا ننكر أنه هناك بعض الإشكاليات وبعض المخالفات وبعض يعني السلوك اللي خارج القانون يتم. نحن أمام ذلك بحاجة إلى عدة إجراءات. الإجراء الأول هو تفعيل المؤسسات. 2 توفير الخدمات الأساسية للمواطنين حتى لا يكون هناك يعني اشتباك مصالح خلينا نقول بالدرجة الأولى. والنقطة الثالثة يجب أن لا ننكر أن هناك جهود كبيرة تبذل، وحتى الإخوة في الإقليم يعني لا ينكرون هذه الحقيقة، أنه صحيح كان في أخطاء ربما تلت عملية التحرير بشكل مباشر كانت يعني أكبر من الوضع الحالي، لكن الجميع الآن يعترف بأن الوضع حاليا أفضل من ذي قبل بكثير، ونحن مستمرون بخطوات ومبادرات وأفكار إن شاء الله بجهد مشترك حتى تغيب كل هذه الظواهر. حياكم الله.